ما هي اتفاقية دهوك؟ ما هو الهدف من توقيع هذه الاتفاقية؟ وما هي الأطراف المشاركة فيها؟ بعد تعرض مدينة كوباني لهجمات شرسة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم داعش، وبغية توحيد الخطاب السياسي وتوحيد الجهد العسكري الكردي في غرب كردستان، قامت الأطراف الكردية في دهوك بإقليم كردستان العراق بالتوقيع على البيان الختامي الذي تم التوصل إليه بين المجلس الوطني الكردي في سوريا أناكاسم وحركة المجتمع الديمقراطي تفدم بتاريخ 22 من تشرين الأول، بإشراف من السيد الرئيس مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، حيث أعلن حميد دربندي ممثل رئيس إقليم كردستان عن هذه الاتفاقية التي سميت باتفاقية دهوك، وذلك بعد مناقشة كافة النقاط بين الطرفين، حيث اتفقت حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي على تشكيل مجلس يكون مرجعية سياسية لغرب كردستان وإدارة مشتركة للمناطق الكردية وتشكيل قوى عسكرية مشتركة، مشيرا إلى أن المجلس يتألف من 30 عضوا يضم 12 من حركة المجتمع و12 آخرين من المجلس الوطني، على أن يختار هؤلاء الأعضاء 24 الأعضاء الستة الباقية في المجلس. كما قال أحمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا وأحد أعضاء الوفد المفاوض عن المجلس الوطني الكردي لوكالة أنباء كردستان أن الاتفاق يتضمن 3 بنود رئيسية، وهي تشكيل مرجعية سياسية كردية وتجسد الموقف الكردي في سوريا في جميع المجالات وتشكيل إدارة مشتركة. كما تقرر اشتراك المجلس الوطني الكردي في هذه الإدارة على أن تكون هذه المشاركة بالتوافق بين الطرفين، وعن وجود طلب مقدم من قبل الحراك الشبابي الكردي بعدم إقصائه من المشاركة، حيث أكد سليمان أنه سيتم تمثيل الحركات الشبابية الكردية الموجودة مسبقا داخل المجلسين الكرديين أي ضمن نسبة 80%. كما قال سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي بيادة في غرب كردستان في تصريح لمراسل باس نيوز أن الاختلاف ما زال قائما مع المجلس الوطني الكردي حول عدة نقاط، منها ماهية الحقوق الكردية في سوريا والموقف من المعارضة السورية التي وصفها سيهانوك بالمشرذمة، وماهية سوريا المستقبلية وكيفية تفعيل دور المكون الكردي في العملية السياسية بسوريا، مشيرا أن الفيدرالية التي يطرحها المجلس الوطني الكردي مغايرة للواقع الموجود في غرب كردستان. وأوضح سيهانوك أنه سيتم تعديل الإدارة الذاتية بتحديث قوانين موجودة واستحداث أخرى جديدة وفق ما تطلبه اتفاقية دهوك. وبحسب الأوضاع التي تمر بها المنطقة فإن اتفاقية دهوك تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، وبحسب المراقبين ومتابعي الشأن العام يتوجب تقديم المصلحة العامة على كل مصلحة وتهيئة أسباب النجاح لها. سارة الناصر، راديو دنجي زلال.